احنا الان اسمع، الان انتم جاي تشوفون تلاحظون اكو برنامج طرح باتفاقيات دولية كمؤامرة على الشعوب لنسخ هويتها، مسخ هويتها. هذا اللي يسموه الجندر، مو النوع الاجتماعي. هو شنو النوع الاجتماعي؟ تهيئة وتمهيد للشذوذ الجنسي. يعني الولد يصير بنية والبنية تصير ولد بمزاجه، الولد يتزوج ولد، البنية تتزوج بنية، مو بكيفك. انت اب، ما من حقك ان تتصرف بابنائك، بحيث بيان الولادة اذا يصدر ما تكتب ابن ذكر او انثى. ليش؟ تتركه لما يكبر وهو يقرر مصيره، يريد بنية يصير بنية، يريد يصير ولد يصير ولد. زين صار عمره 4 سنين اريد اوديه للروضه، شو اسميه؟ حسنه حسن، مو لا تسميه بنيه ولا تسميه ولد. والمشكله ان هناك من المتصدين بالجانب السياسي يروجون لهذا المفهوم، وبعضهم اسمع يقول يفترض ان نصحح التفسير الخاطئ للقران والسنه الذي يتعارض مع الجندر، يعني نوظف القران لخدمه الجندر. شايف؟ طيب يقول لا تقول امرأة ولا تقول رجل. طيب القرآن الكريم على مريم لما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها شنو؟ أنثى وليس الذكر كالأنثى. يعني هذا نغيرها الآية نشوف سيرة مريم على حساب الجندر. المشكلة وين تكمن؟ أنا أريد أقول لك يعني على عقيدتنا ليش سهلة. المشكلة بمجرد أن نزل هذا بدون أن نقرأ يعارض الفطرة التي خلق الله عليها الناس. مو الفطرة شنو اللي الله خلق؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أزواج لو مو أزواج؟ هاي كهرباء تعترق إذا مو حار وبارد؟ ماكو شيء، كله ذكر وانثى. الان انت اذا عندك فحل نخل يطلع وتلقح يصير تمور، لازم اكو نخله وتلقحها منين؟ من الفحل. اما فحل النخل اذا تلقحته من الفحل يطلع تمور. كل الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي خلق الازواج. اما انت تيجي تلغي كل هاي الفطره. زين القرآن الكريم والثوابت الدينية اللي عندي تعارض هذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى تجربة للشذوذ الجنسي قبل آلاف السنين، تدري بيش عذبهم؟ عذب الناس بصيحة بريح صرصر عاتية، مو أشكال. لكن قوم لوط بيش عذبهم؟ 3 عذابات، 3 صيحة وماتوا. يعني خلي احكيها بلهجتي البسيطة بقد ما مقهور. قالهم خلوكم لا تصعدون، يعني ماتوا يا رب. قال لا بعد اجعلوا عاليها، رجعوا للقرآن هسه اقول جعفر جاب من جبل، اجعلوا عاليها سافلها. قالوا لا إلهي بصيحة ماتوا، جعلنا عاليها سافلها نصعد. قال لا امطروهم بحجارة من. يعني انت من تشوف لك شخص الآن قاتل واحد بطلقة يطلبه، مو قاتل اخوه قتله، لكن من نشوف لك واحد ممثلين به مو معنى هذا مجرم جريمة بشعة بحيث من قد ما مغثوث منه صاحب الثار مثل بهذا التمثيل. يعني الله سبحانه وتعالى لبشاعة العذاب ما تدرك بشاعة الجرم اللي مسوينه اللي هي اللواط. تريد تجي تعيد للتجربة وفي بلد إسلامي، ويضاف إلى ذلك أن إلى الآن ما واصل إلى مستواك. لا عندي مدرسة نموذجية، عندي مدرسة نموذجية، مدرسة طلاب السادس الإعدادي اللي هم قوام المجتمع الآن يهفي لهم المراقب بكرتونة، واللي هفى لهم عاقبوه. مو لو ما تدرون. مستشفى إذا تدخل إلى ردهة العناية المركزة اللي تعتبر روح المستشفى اللي تتعلق بالقلب وتصلب الشرايين، تلقي الفئران والقطط
السائبة أكثر من المراجعين. تروح للتسجيل العقاري يقول لك والله ما أعطيك سند ببيتك، لأن أوراق مال سند ما عندنا، لأن نطبع بلبنان وما جايتنا الوجبة. سند ورقة أطبعها بلبنان، جوازات سفر أطبعها بالخارج. أنا وين هذا الجندر والنوع الاجتماعي، وتريد تمسخ هويتي وتلغي انتمائي وتلغي ثوابتي الاجتماعية والدينية والعقائدية والفكرية. أنا مو هذا اللي يقهرني، هذا غزو ثقافي معروف، لكن اللي يغثني تفاعل الناس معه من العراقيين، وإقامة اليوم ندوات وأمس وقبلها ندوات واجتماعات للترويج لهذا الفكر. عجيب، ليش رأسا نستلهم الفكرة دون أن نقرأ، نشوف أبعادها، نشوف غاياتها، شوف شنو يردون يوصلون ويانا إلى أين، مو نخسر قيمنا وثوابتنا. اليوم زينب سلام الله عليها اليوم قبل 1385 سنة خطبت بالكوفة بالعراق. اليوم قالت أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. بربك إذا مسخنا هوية العائلة الأسرة العراقية المسلمة يبقى علينا عار لو ما يبقى؟ يعني بنتي الطب بحريتها، ما من حقي أقول رأسا تتصل ألو زين ابني هم هالشكل، ممكن يتزوج له ولد وممكن بنت تتزوج لها بنت. هذا أنا من أوصل لهذا المستوى، هذا أنا أتحمل مسؤولية تاريخية لو ما أتحمل؟ يلعني الأجيال القادمة تلعني لو ما تلعني. هذا المفروض أن أطالب بقوة كشعب، أطالب البرلمان لتشريع قانون يجرم الشذوذ الجنسي ويجرم ما يسمى بالجندر. ما يناسبني لا ثقافيا ولا فكريا ولا دينيا. وإذا البرلمان عجز أنا أضغط بكل الوسائل السلمية المتاحة حتى ألزم الدولة بأن تحترم شعبها وتحترم ناسها وتحترم دينها وقيمها. صح ولا لا؟ بربك باكر إذا مشى هذا القانون وتأقلمت شبابنا وقامت بنتك ب 12 بالليل تتصل على الشرطة ويجون ياخذوها غصبا عليك المكان ما تدري به، يعني من يجي محرم بالسنة الجاية بعد إلك حق تلبس أسود؟ يعني الحسين هو بس سواد؟ مو أرجوكم يعني اعذروني أنا غلطان لو أحكي صح. الحسين بس سواد؟ مو أنتوا اللي شعارات الحسين حافظيها حفظ شباب؟ ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ يعني هاي أسباب الثورة مو؟ إذن هذا لما يعطل الحق ويعمل بالباطل وإحنا سكوت، بعد من حقنا نقول نحن حسنيون ما بقينا؟ مو من حقنا. فلازم شباب تتحركون بكل ثقلكم بالمواقع التواصل الاجتماعي، ثقفوا الشباب أمثالكم لخطورة هذه المرحلة، وفعلا مرحلة خطرة جدا. المهم صلوا على محمد وآل محمد.